خبر تاريخي جديد يفرح جميع الجماهير المغربية والعربية والإفريقية. المنتخب المغربي واصل كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، وهذه المرة ليس داخل الملعب فقط، بل أيضاً في تصنيف الفيفا العالمي. فبعد تعادل المنتخب البرتغالي أمام الكونغو الديمقراطية، استفاد المنتخب المغربي من النتائج الأخيرة وارتقى إلى المركز السادس عالمياً، وهو أفضل ترتيب يحققه منتخب عربي أو إفريقي في تاريخ تصنيف الفيفا منذ تأسيسه. هذا الإنجاز يؤكد مرة أخرى أن ما يحققه أسود الأطلس ليس مجرد صدفة أو فترة مؤقتة، بل نتيجة عمل كبير بدأ منذ سنوات وأثمر جيلاً استثنائياً من اللاعبين. منذ إنجاز كأس العالم في قطر، والمنتخب المغربي يواصل التطور والمنافسة أمام أقوى منتخبات العالم، وها هو اليوم يحصد ثمرة هذا العمل بوصوله إلى مكانة لم يصل إليها أي منتخب عربي أو إفريقي من قبل. الجماهير المغربية عبرت عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، معتبرة أن المنتخب أصبح من كبار المنتخبات العالمية وليس مجرد منتخب يحقق المفاجآت. ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل يستطيع المنتخب المغربي الحفاظ على هذا المركز التاريخي؟ وهل يمكن لأسود الأطلس التقدم أكثر والدخول إلى قائمة أفضل 5 منتخبات في العالم؟ بكل صراحة، ومع المستوى الذي يقدمه المنتخب حالياً، لا يوجد شيء مستحيل. اكتبوا آراءكم في التعليقات. هل يستحق المغرب المركز السادس عالمياً؟ وإلى أي مركز تتوقعون أن يصل أسود الأطلس مستقبلاً؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. عاشت المغرب!